أهلا مشاهدينا الكرام. اليوم كنسجلوا اليوم السادس على التوالي ديال موجة الاحتجاجات اللي ولات معروفة باحتجاجات جلسات في مدن مغربيه متعدده. هذه الموجه بدات كتاخذ سيناريوهات متناقضه، من جهه كاين استمرار اعمال تخريب خطيره، ومن جهه اخرى كاين مظاهرات سلميه واسعه مع نداءات واضحه من المنظمين باش يلتزموا بالهدوء. الحدث الابرز اليوم في النشره ديالنا هو اعمال التخريب اللي عرفت تنوب مدينه سلا. بالمقابل كاين تراجع في حده التدخل الامني في بزاف ديال المدن، ومن جهه اخرى الانظار كلها موجهه حاليا للمحكمه الابتدائيه بالرباط اللي البارح كتقدم امامها العشرات من الشباب المحتجين لتحديد المصير ديالهم. شنو وقع بالضبط وشحال وصلت الحصيله ديال المتابعات القضائيه؟ هذا الشيء واكثر غادي نعرفوا في هذا التقرير. في اليوم السادس على التوالي من احتجاجات جلسات، كاين بزاف ديال التباينات الكبيره في المشهد الاحتجاجي. في بعض المدن الشارع شاف احداث عنف وتخريب، بينما في مدن اخرى ولات المظاهرات اكثر تنظيما وسلميه. المصادر المحليه اكدت ان مجموعه من المراهقين والشباب في المنطقه ديال حي الامل بسلا داروا تخريب خطير، اهمها اضراب النار، وما وقفوش غير هنا بل تعداو على ممتلكات الناس بحيث قاموا بتخريب واقتحام محلات تجاريه ووكالات بنكيه. جهه اخرى منطقه سيدي يوسف بمدينه مراكش شفنا عاود صور ديال الاشتباكات بين المحتجين وقوات الامن. بالمقابل انتشرت مظاهرات سلميه واسعه في مدن اخرى كالدار البيضاء وخريبكه وبني ملال وتطوان وسيدي سليمان وطنجه، بالاضافه الى مدن اخرى شافت احتجاجات سابقه. المتظاهرون جددوا الشعارات ديالهم اللي كتركز على المطالب الاساسيه: الحق في التعليم والحق في الصحه ومحاربه الفساد. وفي الدار البيضاء بالتحديد المحتجون حملوا شعارات كطالب الحكومه بالرحيل، فيما تجمع افراد اخرون قدام السبيطارات باش يطالبوا الحق في الصحه. هنا كنشوفوا التدخل الامني اليوم كان مقتصر على المراقبه فقط في المدن السلميه، مع تراجع في الحملات ديال التوقيف مقارنه بالايام اللي دازت. لكن هذا التراجع ما منعش تسجيل اعمال التخريب اللي خصها وقفه صارمه. والجديد اليوم هو البيان اللي صدر من المجموعه المنظمه للاحتجاجات واللي سميتها جلسات عبر تطبيق ديسكورد. هذا البيان كيشكل وثيقه مهمه كتوجه للحركه. المجموعه نشرت دعوه جديده للاحتجاج شملت مدن كثيره، منها الدار البيضاء، الرباط، طنجه وانزكان وتطوان وفاس ومكناس وبني ملال، القنيطره، مراكش ووجده، قلميم والعيون. هادشي كيبين ان الحركه منظمه. البيان اكد على 3 نقاط مهمه، وهي الالتزام بالسلميه والادب. المجموعه نادت المحتجين بالالتزام بالسلميه والادب خلال الاحتجاج، ويوضحوا للعالم بانهم باغي الحق ديالهم دون تخريب. النقطه بالذات هي محاوله واضحه لفصل الحركه عن اعمال التخريب اللي كنشوفوه. كيف موجهت المجموعه تحذير مباشر لا للمس بالثوابت الوطنيه ولا لتخريب ممتلكات او الرشق او السب او الشتم. هذا الموقف كيأكد ان الحركه كتحاول تبعد على اي اتهام بضرب استقرار الوطن او الثوابت الوطنيه اللي كنفتخروا بها. كيف ما دعت المجموعه المحتجين باش يتجمعوا في الحدائق والساحات العموميه، وهذا الشيء لابعاد حجه عرقله السير عن السلطات الامنيه. هذه الخطوه كتدل على الوعي ديال المنظمين بالطرق القانونيه للاحتجاج ومحاوله سد الباب امام اي تدخل امني غير مبرر. وهذا البيان كذلك كيطلب من السلطات الامنيه تخليهم يعبروا عن الراي ديالهم بحريه وسلميه وفق ما تكفله القوانين والمواثيق الحقوقيه. هذا الالتزام المزدوج من جهه الشباب بالسلميه ومن جهه النداء للامن بضبط النفس هو اللي غادي يحدد مصير الايام القادمه ديال الاحتجاجات. الهاجس الاكبر اليوم هو المتابعات القضائيه اللي عرفتها المحكمه الابتدائيه بالرباط. الارقام كشفت عليها المحامي ساره سوجار كتعطينا صوره دقيقه على الحصيله ديال الايام اللي داز. 123 شاب وشابه امام وكيل الملك. تم تقديم هاد 123 شاب وشابه من المحتجين جلسات امام انظار وكيل الملك في المحكمه الابتدائيه بالرباط. هذا العدد الكبير كيشمل حتى 2 ديال القاصرين اللي تم التعامل مع هاد الحالتين بطرق مختلفه. القاصر الاول تقرر حفظ المسطره في حقه اي اسقاط تهمه عليه، اما القاصر الثاني تم تسليمه للعائله ديالو بعد الاحاله على قاضي التحقيق. هذا الشيء كيبين ان النيابه العامه كتحترم القوانين المتعلقه بحمايه القاصرين. اما باقي المتهمين اللي كيشكلوا الاغلبيه تقسموا 3 ديال الفئات. النيابه العامه قررت متابعه 26 شاب في حاله سراح مؤقت. هادو كيخرجوا من السجن مؤقت لكن كيبقاو متابعا قضائيا مع تحديد كفاله ماليه كتراوح ما بين 2000 درهم و 3000 درهم لكل واحد. فيما تم اعتقال 3 ديال الشبان، وهذا العدد قليل كيدل على ان اغلبيه الموقفين ما كانش عندهم تهم خطيره تستدعي الاعتقال المباشر. وقررت النيابه العامه حفظ المسطره في حق 26 شاب اخر، بمعنى ان التهمه سقطت عليهم وتم اطلاق السراح ديالهم نهائيا. هذه الارقام كتاكد ان التوقيفات كانت كثيره، ولكن اغلب المتابعات القضائيه تمت في حاله سراح مؤقت. وهذا الشيء كيعطي مؤشر على ان الدوله كتحاول تفرق بين اللي بغى يحتج سلميا واللي بغى يتورط في اعمال تخريب خطيره كالمسجله في سلا ومراكش. في الختام اليوم السادس من الاحتجاجات ديال جلسات وضعنا امام صوره مزدوجه للواقع. الشباب واعون بالالتزام بالسلميه والادب، وشباب اخرون كينجرفوا الاعمال تخريب خطيره كتهدد الامن والممتلكات. النداء اللي وجهته المجموعه المنظمه كتاكد ان الحركه كتحاول ترسم الحدود ديالها، نعم للحق في التعبير ولا للتخريب والمس بالثوابت الوطنيه. الحكومه اليوم امام امتحان حقيقي، امتحان الاستجابه خاصها تتجاوز الصمت ديالها وتتعامل بجديه مع المطالب الاجتماعيه المشروعه اللي كيرفعها هذا الجيل في الصحه والتعليم ومحاربه الفساد. الايام القادمه غادي تبين واش الحكومه غادي تنجح في احتواء هذا الغضب او ان ضغط الشارع غادي يستمر في التصاعد. المسؤوليه اليوم غادي ترجع للجميع، الشباب بالالتزام والسلميه والحكومه بفتح حوار فوري
قوي وجاد. هنا وصلنا لنهاية التقرير ديالنا، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء في عدد جديد، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.